انا كنت زيك عامل عجز كبير جدا في السعرات وباكل قليل جدا وبرضه ما بخسش. تعال اقول لك السبب والحل، وعندي ليك مفاجأة بس كمل الفيديو للاخر. انت لما بتبدأ تخس لو دهونك عالية غالبا انت بيبقى عندك مقاومة انسولين، ودي حاجة مرتبطة بالسمنة وبتقل لما دهونك تنزل. المشكلة بقى الانسولين لما بيزيد في الجسم بيغطي على مستقبلات هرمون الليبتين المسؤولة عن الشبع، وبالتالي احساسك بالجوع متواجد طول الوقت، والموضوع ده بيؤدي لثلاث مشاكل مرتبطين ببعض. اولا انت جعان طول الوقت، ثانيا انت بتبقى على اخرك وممكن تبوظ الدايت على اتفه الاسباب، ثالثا جسمك بعد شويه بيتكيف على السعرات الجديده وحرقك بيبطأ. طيب ايه الحل الامثل للموضوع ده؟ واحد، انك تعتدل في الدايت وتعمل عجز بسيط من سعرات ثباتك. اتنين، تدخل معظم كربوهيدراتك من مصادر صحيه منخفضه في الجلايسيميك اندكس، وده معدل سرعه امتصاص الكربوهيدرات في الدم. تلاتة، تمارس الرياضه علشان ما يبقاش عجز السعرات كله من الاكل، وكل فتره لما وزنك يبدا يثبت يا تقلل الاكل حاجه بسيطه يا تزود مده الرياضه. والمفاجاه اللي وعدتكم بيها لو وصلت لاخر الفيديو، اكتب لي في الكومنتات وزنك وهتتمرن كام يوم في الاسبوع، وهبعت لك سعراتك اللي محتاجها عشان تخس متقسمه بروتين وكربوهيدرات ودهون.